باختصار ان في اكل لما باكله بيمتص بسرعه، لان المعده هي اقرب مرحله، في بعد كده بقى مراحل كتير اللي هي السمول انتستين لارج انتستين. فده يوصلنا بما ان في عناصر بتمتص سريعا في المعده على طول زي الجلوكوز والفيتامينات بتمتص في المعده، يبقى الجلوكوز والفيتامينات والميه بيمتصوا في المعده. فده معناه او ده بيفسر ليه احنا بناخد حاجات فيها جلوكوز بعد التمرين او لما نكون مهبطين. يعني انا دلوقتي انا مهبط وتعبان ومش قادر، فعايز حاجه تمتص بسرعه، فاللي هيمتص بسرعه في المعده هدخله على طول، لان المعده هي اول مرحله وبعد كده المعده بتبتدي تطلع على طول. وده يفسر ليه احنا بناكل سمبل كربوهيدرات او نشويات بسيطه. عارف لما تاكل موز او تاكل اي نوع من انواع النشويات البسيطه مش بيديك طاقه على طول؟ ليه؟ عشان يمتص بسرعه في اول مرحله في المعده على طول. وصلت؟ يبقى السبب بتاع احنا ليه بناكل سمبل كربوهيدرات لما نكون تعبانين او مهبطين او جوه التمرين عشان يدينا انرجي على طول. ما خلاص انت خدت بقى مصدر الطاقه ككربوهيدرات، فبالتالي في انرجي. وصلت؟